السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ ماما. النهاردة هنعمل تحلية كده باردة، سهلة وخفيفة وطعمها يجنن، والكبار بيحبوها والصغيرين بيحبوها. هنصلي بينا على النبي كده. اول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب كوباية مية سخنة كده مغلية، وهحط فيها كيس من الجيلي، اي نوع جيلي انتوا بتفضلوه، المهم ان هو يكون كيس. وهحط على بعد ما ادوبه كده كوباية مية ساقعة زي ما احنا طبعا متعودين نعمل الجيلي، وهديله معلقة سكر او معلقتين سكر حسب الرغبة، اما انتوا بتحبوه مسكر او سكره هادي. ده كده مظبوط. وبعد كده هصب الجيلي في الاطباق بعد ما يكون هدا شوية، اطباق تكون شفافة كده عشان الشكل اللي في الاخر يبان من الجنب كده، يبقى شكله جميل قوي. وهجيب بسكوت من اللي هو بتاع الشاي، هكسره كده بايد الهون من الناحيه التانية، طبعا عشان ايد الهون بتبقى مهما تغسليها ريحتها توم، فبكسره من الناحيه التانية يا اما تكسريه في الكبه. وهحط من البسكوت كده بسكوت الشاي اللي هو الفيري او اي حاجه، انا مبحبش بس اقول منتجات لان بسكوت الشاي انواع كتير. هحط على كل طبق كده معلقه بسكوت، واسويه كده. عايزه تقلل البسكوت تكتري عن كده براحتك، ممكن بدل البسكوت، بس انا عاملاه بسكوت عشان يبقى خفيف، ممكن بدل البسكوت كنافة متحمرة. هنا بقى جبت كوباية لبن ساقعة وعليها نص معلقة نشا و... ومعلقة دقيق، وهحط السكر برضو اللي انا عايزاه حسب الرغبة. انا حطيت معلقة سكر واحدة بس، وهقلبه كده على البارد قبل ما احطه على النار عشان النشا ما تكلكعش. وحطيت نص كيس فانيليا، رفعته كده على النار لحد ما القوام تقل، قعدت اقلب فيه لحد ما القوام تقل. جبت هنا معايا فراولة وكيوي. على فكرة مش شرط تجيبي الفاكهة، يعني لو انت هتعمليها كده او هتعمليها كوكتيل مش شرط ان انت تجيبيها كيلوات. انا جبت طبق مشكل ب100 جنيه، يعني الطبق فيه فراولة وكيوي وموز، الطبق مشكل كده ب100 جنيه، لان طبعا اسعار الفاكهة بقت يعني خزعبلية قوي. الكريمة بقى بأي كيس عندك، لو عندك كيس حلواني اعملي بيه او اعملي بالمعلقة عادي. انا بكيس عادي بستخدمه، يعني كيس نضيف عادي بستخدمه، عملت بيه الكريمة. يعني عندك كيس حلواني اعملي بيه بالمعلقة عادي، تتعمل برضو، تحطي معلقة وتفرديها بتتعمل، المهم يكون كيس نضيف يعني. انا هسوي بالمعلقة اهو. جبت هنا بقى الصوصات اللي هي بتبقى الفراولة والكراميل والشوكولاتة وكده. ده صوص فراولة حطيته كده على الفراولة المتقطعة، مش حطيت الكيس كله، انا حطيت نصه كده، وقلبت الفراولة فيه، وهقوم حاطة الفراولة بقى ايه على الكريمة اللي انا حطيتها دي. بالنسبة للكيوي بقى والموز احسن صوص ليهم الكراميل. انا بصراحة ما لقيتش كراميل، فجبت شوكولاتة، بس احسن حاجة ليهم الكراميل، بالذات الموز تحطوا عليه كراميل يبقى طعمه جميل قوي. الكيوي بقى لو متاح عندك عسل ابيض حطي عسل ابيض احسن حاجة. والكيس مش غالي على فكرة، يعني سهلوا على نفسكم الدنيا، مش لازم تجيبوا العبوات اللي هي الازايز. الكيس ب6 جنيه، وفي اماكن بتبيعه ب5 جنيه، يعني مش هتفرق يعني الجنيه بس. سهلوا على نفسكم، مش لازم تجيبوا العبوات كاملة. هنا حطيت بقى الكيوي. الطبق اللي فيه البسكوت ده كانت الكريمة خلصت، فانا بعمل بس كريمة تانية. وهكمل بقى في كاسات عشان اكمل بقية الجيلي. اتفضل معايا شوفوا الشكل من الجنب عامل ازاي. الكيوي والفراولة والجيلي بيبقى شكله جميل قوي من الجنب. هنا بقى الموز حطيته برضو في الطبق ده، عملت له الكريمة اهو، وحطيت الموز فوقه.
يا سلام بقى لو كان في صوص كراميل فوق الموز بيبقى طعمه تحفة. بس انا ما لقيتش صوص كراميل. وفوق الكيوي حطيت فراولة، بس هو الاحسن يتحط فوقه عسل ابيض، بس برضه انا ما عنديش عسل ابيض، فيعني ايه مشي الدنيا. وكده خلاص خلص الفيديو بتاعنا. ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان يوصلكوا كل جديد. هتشوفوا دلوقتي بقى يعني المعلقة وانا باكله طعمه خطير، يعني مش قادرة اقول لكم. اعملوه العيال هيحبوه جدا، وانتوا برضو هتحبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.